الشأن الاتحادي، وماذا عن أصول المدرب ومدة العقد وأسامة المولد وكل ما أثير حول ذلك، يسرني ويسعدني أن أستضيف الأستاذ هاشم العبدلي المحرر الصحفي في صحيفة الرياضي. مساء الخير أستاذ هاشم. النور. أنا بس بنعدل معلومة قبل ما نبدأ. تفضل حبيبي. جريدة النادي. جريدة النادي كجماهير اتحادية ولا؟ والله احنا عرفنا أستاذ هاشم عندما كان في الرياضي، ولا زالت قلوبنا معلقة بهذا الرجل أين مكان. أنا أولا أمسي عليك وعلى ضيوفك. يعني احنا بجريدة النادي، وبما إنه سيرة المدرب هي الجريدة الوحيدة اللي انفردت بخبر المدرب هي جريدة النادي. أولا نبارك لكم خروج هذه المطبوعة ومنافستها القوية وبداية قوية جدا جدا. تمام، شكرا لك. طيب أستاذ هاشم، طبعا وصول المدرب، ماذا عن وصول المدرب؟ وهل أوقع العقد أم غدا سيكون مؤتمر صحفي للتأكيد؟ المدرب وصل اليوم، ويعني توقيع العقد أكيد أنه حيكون اليوم، حيعلن بكرة في مؤتمر صحفي. تقريبا عقد المدرب يعني تراوح من 1,000,000 إلى 1,200,000 لمدة موسم كامل. طبعا بطاقة مساعدين معه، وأظن حتى أتوقع كذا أنه حتى مدرب حراس. أستاذ هاشم، من الذي قاد المفاوضات مع هذا المدرب، وهل ترى اختيار من لهذا المدرب؟ هو المدرب ده لا شك أنه قبل ما يجي دكتور كان في مفاوضات مع العبود داعم. العبود داعم يعني هو عمل جهاز فريق كرة قدم مستقل يعني بإشراف محمد الباز. وطبعا هو من يعني كان تفاوضات أكيد أنه كان فيها طرف الأستاذ حمد الباز وفريق جهاز كرة القدم. طبعا كان في استشارة فنية للمساعدين محمد إدريس وحسن خليفة، وتوفقوا والحمد لله. إن شاء الله المدرب يعني بإذن الله يكون مدربين المميزين ويظهر الاتحاد بشكل أفضل وأجمل إن شاء الله. أستاذ هاشم، طرحت بعض الأسماء أن المدرب طالب التعاقد مع، هل طالب التعاقد مع لاعبين أم يتريث حتى يرى احتياجات الفريق؟ والله المدرب يعني في أسماء معروضة عليه، في أعتقد أسماء حتى من أوروبا، لكن هو اللي حيبت فيها وهو اللي يعني يختار اللعيبة، يكون هو المسؤول الأول والأخير أمام إدارة النادي. أستاذ هاشم، الآن مدرب ولاعبون أجانب، ويبقى الهم الأكبر رئيس النادي، وهناك في الطريق لتكليف رئيس. هل برز شيء بهذا الخصوص؟ أنا ما أعتقد أنه هم أكبر رئيس النادي، ما أعتقد أنه هذا رجالات الاتحاد قادرين على يعني اختيار من هو الأفضل والأجدر. يعني في أكثر من اسم طرح. أنا أعتقد أنه موافقة صناع القرار هي اللي تقف عائق، بالإضافة إلى استقالة الإدارة الحالية هي اللي يعني كان العالم مجمعين عليها أنها تستمر، لكن يبدو أنه الدكتور يعني مصر على الاستقالة. في أنباء كثيرة وأسماء كثيرة طرحت، لكن أعتقد أنه الأسبوع القادم تتضح الرؤية تماما ويتضح رئيس الاتحاد. هل بالإمكان أن يعود اسم الدكتور خالد المرزوقي كمكلف في الفترة القادمة؟ والله هو في طرح، لكن الدكتور بينفي الكلام ذا. في طرح أنه الدكتور ممكن يتكلف، لكن أنا أعتقد أنه الدكتور ما صار له رغبة يعني شخصية في رئاسة النادي. الآن هو بين ضغوطات يعني نارين على قولهم، اللي هو التفرغ ويعني على قولهم زي يبتعد، غير انه الضغوطات العائلية وضغوطات الأسرة، وفي الوجه المقابل الجهة المقابلة ضغط أعضاء الشرف من الاتحاد صناع القرار، الناس اللي وضع ثقتهم فيه يطالبونه بإكمال مسيرة التي بدأها. ماذا عن الاسمين المتبقيين مدحت كاروب ومحمد بن داخل مع حفظ الألقاب؟ والله أعتقد أنه المهندس مدحت كاروب أعتقد أنه يعني ممكن أنه يتكلف. أعتقد أنه هو الأقرب. لا شك أنه برضه ساعة اللي هو محمد بن داخل برضه اسم قوي وشخصية اتحادية قوية وشخصية قيادية وعملت في إدارة الاتحاد سابقا. ممكن يطرح اسم آخر، لكن أعتقد أنه صناع القرار نادي الاتحاد
قادرين على يعني تقديم رئيس قادر انه يقود مسيرة الاتحاد. لا شك انه بعد ما قدمت ادارة النادي نموذج في العمل الاداري، نموذج في العمل المالي، اي ادارة حتقود نادي الاتحاد سواء استمر في ادارة مرزوقي او جت ادارة غيرها لن تجد صعوبات، لانه ما في ديون، ما في يعني مشاكل مالية. النادي تقريبا جاهز، اي شخص ممكن يديره في ظل دعم الشريك الاستراتيجي شركة الاتصالات، في ظل دعم العضو الداعم. اعتقد انه الاتحاد يعني انا اطمن جماهير الاتحاد انه ما عليه خوف في الموسم القادم. أستاذ هاشم، هناك محاولات اتحادية حثيثة لإقناع إحدى الشخصيات المقتدرة ماليا على تولي دفة الأمور في الفترة القادمة، ما صحة هذا الأمر؟ والله احنا بنسمع زيكم، يمكن احنا يعني رجال الصحافة والإعلام، لكن بنسمع زيكم. زي ما قلت لك يتضح الأسبوع القادم تقريبا من هو رئيس نادي الاتحاد. أتوقع على الشيء ده في محاولات حثيثة في اجتماعات خارج الغرف داخل الغرف المغلقة عفوا، ممكن انها تنبه يعني يطلع رئيس اتحادي شخصية. اعتقد انها اتحادية معروفة ما حتكون من خارج الوسط اعتقد. استاذ هاشم، ماذا عن أسامة المولد وعقد هذا اللاعب الذي اصبح صداع مزمن للاتحادين كما هو عقد نايف حزازي؟ ايش في عقده ماني فاهم. هل قيل انه اوشك على الدخول ال6 اشهر الاخيرة، وهل الاتفاقيات السابقة ملزمة مع هذا اللاعب ام لا؟ لا ملزم اعتقد الاتفاقيات. أسامة ابن النادي، أسامة يحب الاتحاد، ما اعتقد انه يعني ينتقل نادي اخر. ما ادري احنا في زمن الاحتراف، لكن ما اعتقد انه في جديد فعلي ملموس، ما اعتقد. لانه انا سمعنا تردد في اليومين الماضيين ومساء البارحة تحديدا ان هناك مفاوضات نصراوية نحو اللاعب. والله سمعنا الشيء ده، لكن اعتقد انه أسامة الان يعني مستواها كان في اصابات وكذا، فاعتقد انه في فترة تأهيل، اعتقد انه خارج من اصابة. وزي ما قلت لك أسامة من محبين الاتحاد، وما ما بكلمك صوتي اتحادي يعني. بقدر اقول لك الطرح الصحفي اللي بيقول انه اللاعب ما بت امور شيء، كلها ممكن يكون كلام الاستهلاك، والله اعلم. ماذا عن ما قيل سابقا ان اللاعب وقع على بياض كما ذكر على لسان احد اعضاء شرف نادي الاتحاد الفاعلين يعني؟ اللاعب رد اللاعب اعتقد. نعم. يعني اتفاقيتها أشبه ما تكون باتفاقية نايف حزازي، أيضا ملزمة، وأكثر ما نخشى أيضا خروج قضية نايف حزازي مرة أخرى للأحداث إن لم يتم حسم هذه الأمور. لا أعتقد أنه الأمور مرتبة أكثر من ذي قبل، وإن شاء الله الوضع مستقر في العميد. طيب أستاذي الفاضل، أنا شاكر ومقدر. أنا أحب يعني بثقتكم فينا. أنا يعني أقول لكم كمعلومة أنا مسؤول عنها، تابعوا صحيفة النادي، بإذن الله حتشوفوا منهم اللاعبين المختلفين الجدد، بإذن الله حتشوفوا كمان من حيوقع محليا، وإن شاء الله في مفاجآت في اليومين الجاية عبر النادي. يعني نعد جماهير الاتحاد إنه إحنا في النادي نقول لكم أولا جديد في النادي ناديكم لكل النوادي، بالإضافة إلى إنه أنا كصحفي مسؤول عن أخبار الاتحاد، يعني إن شاء الله بإذن الله إنه حتشوفوا أشياء جديدة، أشياء حصرية في النادي زي ما قلت لك. زي المدرب احنا انفرضنا فيه، وحنفرض ان شاء الله باذن الله باللاعب الجديد باذن الله. بمشيئة الله. انا شاكر ومقدر لك استاذ الفاضل. شكرا استاذ، شكرا.